السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالي النهاردة نعمل حاجة حلوة كده لأولادنا. هتعملي ايه؟ بكوباية شعرية واحدة بس هتعملي لهم حاجة حلوة وحاجة كويسة وهتعجب ولادك جدا. هنعمل الشعرية دي ان شاء الله للأطفال اللي بيحبوها، وهنحط لهم شوية مكسرات كده من البيت زي ما انت شايفة. بصي الشكل والجمال ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا جدا. وهنحط لها كل حاجة عندك في البيت حطيها، اي حاجة مكسرات عندك في البيت حطيها، ما ترتبطيش باللي انا حطاه، وممكن ما تضيفيش خالص. حلوة جدا جدا. لبن طبعا للمذاكرة، حاجة حلوة كده هتدي طاقة وفي نفس الوقت ايه هيبقى فيها كل المكسرات. يلا تعالي من غير كلام كتير نشوف الوصفة والمقادير. معانا هنا كوباية من الشعرية، بس انا للأمانة حطيت كوبايتين، لقيت الكوباية كده قليلة عشان في حد جالنا وكده، فانا يعني دخل وانا بعمل في الوصفه رحت حاطه كوبايتين اهو. حمرناهم، حطينا ماده دهنيه اللي هي زيت، بتبقى حلوه جدا جدا بالسمنه البلدي بصراحه، بس انا ما كانش عندي للامانه، عملتها بزيت، واللي عندك اعملي برضو بيه، بس هي بصراحه حلو، هي اصلها سمنه بلدي. بنحمرها وبتبقى اللون الذهبي ده، وبيكون معانا ميه وبنضيفها عليها اهو. بنضيف كميه الميه المظبوطه بعد الشعريه كده بصوبين او صبعين ونص اهو، يعني عقلتين بعد الشعرية كده مية. وهنحط عليها يعني طرف المعلقة كده ملح او بين صوابعك ملح علشان خاطر الطعم. مش هنضيف سكر دلوقتي ومش هنضيف اي حاجة. تعالي بقى كده نغطيها بالغطا بتاعها وهنسيبها تتشرب، ونرجع بعد كده نقولك هنعمل ايه. طبعا اتشربت معانا اهي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وجميلة ولونها حلو. هنضيف دلوقتي السكر. طب ليه يا ام محمد ما ضفتيش السكر من البدايه؟ هقولك السكر من البدايه بيلزق في الحله وهيخليها تشيط، لان هتاخد وقت على النار. هنضيف السكر المظبوط، مش هربطك بكميه معينه، على حسب السكر حسب الرغبه. وهنضيف باكو من الفانيليا بيدي ريحه حلوه جدا جدا اهو. كده الشعريه بدات تتشرب معانا، هنحط عليها السكر، بيخليها بقى عايزه اقولك شفافه وشكلها حلو قوي، ولونها ذهبي كده ممتاز، تحس ان هو بيخليها تحتفظ بلونها جدا. لكن لو حطيت السكر من البداية هتلاقيها لونها غمقي كده. وعلى فكرة انا عاملة بسكر التموين يا جماعة، انا مش جايبة السكر من بره، يعني باي سكر عندك هتشتغلي بيه. هنسوي كده الحراف بتاعتها من اي شعرية كده طالعة فوق الحلة، وهنغطيها بالغطا، وهتشوفيها معانا بعد ما تستوي هيبقى شكلها عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك اهي. هي كده استوت معانا ما شاء الله وبقت زي الفل. بصي حجمها اتضاعف وبقت عامله ازاي، ومفرفطه كلها من بعضها، يعني مش معجنه ومش نيه معانا، لا حلوه جدا جدا. انا كده بدوقها بشوف السوا بتاعها، مع اني عارفه بس هي شكلها بصراحه كان حلو. انا مش من الناس اللي بتدوق الاكل يا جماعه، عمري ما دقت الملح بتاعه بصراحه. اللهم لك الحمد على النعمه دي، بس بيجي معايا مظبوط وزي الفل بالنظر كده. هنغطيها لحد لما يعني البخار ده بيضاعف حجمها اكتر، وهتشوفي معانا دلوقتي. تعالي بقى نغرف كده الشعرية بتاعتنا وهنشوفها بتتغرف ازاي. ده الزبيب اللي انا عاملاه معاكم على القناة، ارجعوا للفيديوهات وهتشوفوه اهو. هنغرفها بقى كده في الكوباية زي كده. طبعا انت ممكن تغرفيها في اطباق، في كاسات، هي بتتاكل سخنة. الاكلة دي شتوية يا جماعة على فكرة، مش بتاعت صيف. لو صيف هتعمليها وهتحطيها في التلاجة عادي جدا، ولكن هي اصولها على بتاعت شتاء، لان احنا كنا بنعملها بسمنة بلدي وبناكلها وقتي كده يعني على طول اهي. هتغرفيها كده، انت ممكن تغرفي في اطباق، ممكن تغرفي في بولات كبيرة شوية، بس انا عندي اطفال صغيرة ربنا يحفظهم يا رب من كل شر، فانا بحب يعني بعمل لهم الحاجة على قد عشان ولا يدلقوها ولا يعني يخلصوها كلها، وفي نفس الوقت ما يبهدلوش الدنيا بيها. ضفنا هنا حبة مكسرات وحبة جوز الهند، وطبعا المكسرات اللي انت عايزة تحطيها حطيها. بنتهز فرصة، طبعا هما ما بيحبوش الزبيب عندي، بحطه بقى بدخله في اي حاجة زي كده. اللي متابعني عارف ان انا بقى يعني اي حاجة ولادي ما بيحبوهاش بدخلها في اي اكلة هما بيحبوها. وهنضيف اللبن، يعني بصي ما شاء الله الكوباية دي خدت اقل من النص كوباية لبن. وعملتي حاجة حلوة كده وكويسة لأولادك يقعدوا على المذاكرة كده، تديهم طاقة وتساعدهم.
وتبقى زي الفل اهو. بص شكلها ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا جدا. يلا لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش في دعوة حلوة وليكي اضعافها، واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على الكل علشان لما انزل وصفة ينزل لك كل جديد اهو. بصي شكلها ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. وفضلا وليس امرا دوسيلي لايك، ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك ده مش هتخسروا فيه حاجة، ولكن هو بالنسبة لي هيفيدني شوية، ففضلا وليس امرا يا ريت ما تنسونيش اللايك بعد اذنكم اهو. بحاول اقدم لكم اي حاجة كويسة وتكون اقتصادية وفي نفس الوقت مفيدة، فياريت بالله عليكم ما تنسونيش في لايك. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.